بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. معاكم حاتم سعيد. احنا لسه مكملين في حملتنا ضد قانون الاسره. يمكن انا ما طلعتش بقالي فتره بس عشان خاطر كنت مشغول. بس النهارده انا هوجه رساله او هوجه اقول ايه؟ طيب مش عارف. الساده اعضاء مجلس النواب، انتوا فين يا جماعه؟ انتوا فين من اللي بيحصل؟ يعني انا بشوف اعضاء وبشوف حاجات، وبتابع حاجات على مجلس النواب، بشوف ناس بتتكلم وناس بتقول اللي عندها وناس بتهاجم الحكومه المصريه من اللي بيحصل من غلا ومن اسعار ومن مشاكل موجوده عندنا في كل حاجه. وبس طبعا من العدد اللي بيتكلم مش اللي هو ده المطلوب. المفروض يبقى اقوى من كده، المفروض يبقى فيه تفاعل منكم اقوى من كده، عشان احنا في وضع مش ظريف. احنا بنتكلم في قوانين محتاجه تتعدل عشان الوضع ما بين الشعب بقى صعب جدا. انت بتتكلم في قانون اسره، يعني احنا بقالنا سنين بنتكلم فيه يا جماعه لازم يتعدل لازم يتعدل عشان نقدر نحكم شويه ونحد من المشاكل الموجوده، وحالات الطلاق اللي غير طبيعيه، وحالات الجواز اللي بقتش منعدمه ومش موجوده، والبيوت اللي بتتهدم بسبب القانون دوت. يعني يا ريت يا جماعه نهتم. يعني في اخبار طالعه متداوله بتقول ان القانون اتسحب ومش هيتنزل ومش هيتعدل، على الرغم ان كان في فيديو لوزير العدل طالع بيتكلم وبيوجه رساله او بيوجه كلامه للرئيس بيقول له ان احنا شغالين على القصه دي عشان نحافظ على الاسره المصريه. ولا شفنا اي تغيير ولا شفنا اي تعديل ولا سمعنا اي حاجه عن اي حاجه. طب واخرتها؟ يعني لما قانون الاسره احنا مش عارفين نعدله، ليه مش عارفين نعدله؟ او ليه مش عايزين نعدله؟ او ليه اتسحب؟ طبعا انا بتكلم عن قانون الاسره بس. لو انا بقى فتحت في البيت الحاجات التانيه اللي انا كنت كتبت فيها برضه في فيديوهاتي والمشاكل اللي احنا فيها مش هنخلص. بس انا هتكلم في اهم نقطه انا شايف ان هي يعتبر اهم جزئيه حاليا: الاسره المصريه. ما احنا مش لو ما حافظناش على الاسره المصريه يبقى خلاص كده مش هنحافظ على حاجه بقى، يعني مفيش حاجه لها لازمه. لما الاسره المصريه رايحه في داهيه بسبب القانون والمشاكل، انتوا مش متخيلين كميه المشاكل اللي موجوده في قانون الاسره المصري. انا واحد من الناس شايف، واحد من الناس في جوه المطبخ، جوه الدماغه بتاعه القانون واللي بيحصل في المحاكم. انت ممكن تكونش دريان، انت غصب عنك برضه ليك حاجات تانية بتعملها مش متعلق بالقانون ده بس لازم نتكلم. لازم يا جماعه نتحرك في القصه دي. انت بتتكلم في قانون اسره، بتتكلم في قانون ايجارات، بتتكلم في ضرائب، بتتكلم في تامينات ومعاشات اللي فيها مشاكل بتاعت المعاشات بتاعت الناس. كل الحاجات دي قوانين. تعال بقى نتكلم في حاجه تانية. عندك غلاء الاسعار، جشع التجار، التربيه والتعليم، الصحه. ايه؟ ما احنا هنقعد نتكلم بقى. ما احنا هنقعد نتكلم، هنتكلم في كتير. انتوا فين دوركم؟ فين الرساله اللي بتوصلوها للحكومه؟ فين؟ لازم يتاخد خطوات يا جماعه. ما هو كده مش هينفع. الوضع اللي احنا فيه ده ما يسوقش عدو ولا حبيب. هتقول لي الاقتصاد واقع؟ لا يا فندم، الاقتصاد مش واقع. هو المشكله في الاستغلال، المشكله في الجشع. الخير موجود، البلد دي مليانه خير، بس ما تعرفش بيروح فين. احنا عايزين نعرف هو بيروح فين. بس ده دور حضرتك بقى. انت كمجلس نواب انت متعين او انت تم انتخابك من الدائره الفلانيه، والناس اختارت فلان الفلاني عشان يجيب لهم حقهم، عشان يتكلم بالنيابه عنهم. انت مش قاعد على الكرسي عشان تبقى قاعد في المكتب محدش عارف يقابلك. لا، ده مش دورك على فكره. يعني انت في ناس بصراحه محترمه وناس زي الفل وناس بتساعد وناس بتعمل اللي تقدر عليه وبتتكلم وما بتسكتش وبتهاجم، وفي ناس تانية ما حدش بيسمع عنها حاجه. طب اللي يسمعش عنها حاجه ده انت بتعمل ايه؟ انت دور حضرتك ايه؟ وظيفتك ايه في الحياه؟ ان انت تدافع عن الشعب. ده دورك. انا راجل دايرتي انتخبتني ان انا ابقى ماسكهم مسؤول عنهم، يبقى كل حاجه تخصهم انا المسؤول عنها، وانا اللي اجيب لهم حقهم، وليا كلمتي وليا حصانتي وليا توقيعي وليا اجراءاتي اللي بعملها عشان اجيب حق الناس دي. انا مش عارف، انت مسؤول عن كل كبيره وصغيره تخص دايره حضرتك. انت مسؤول عن كل كبيره وصغيره تخص الدايره بتاعت حضرتك. فلو تكرمت، لو سمحت، بعد اذنكم يا جماعه، نحس ان احنا عندنا مجلس نواب. انا واحد من الناس عايز احس ان عندي مجلس نواب قوي بيجيب حق الشعب من القرارات اللي بتطلع اللي مالهاش علاقه ابدا بالناس الفقيره خالص. هو الناس باصه ان كله غني، الحكومه المصريه باصه ان الشعب المصري كله معاه فلوس. لا، مش الشعب كله مصري معاه فلوس، حرام. يعني نتقي ربنا في الشعب، بس نتقي ربنا في الشعب، عشان هو ده الشعب اللي ايه يوم ما بيحصل حاجه هو اللي بيطلع يدعم ويقول احنا معاك، احنا في ظهرك، احنا في ظهر الحكومه، احنا في ظهر الدوله، احنا في ظهر الجيش. فهو ده الشعب المهم، هو ده الشعب اللي احنا كلنا المفروض اي واحد بيقدم خدمه او بيقدم شغلانه فيها حاجه خدميه للمواطن لازم يطلع يقول الكلمتين دول واعمل اللي عليك. اسمك بتقول
انا واحد من الناس اسمي بقول، اسمي بتكلم، لكن في غيري عنده اكتر مني وما بيتكلمش. طب ليه؟ خايف من ايه؟ خايف يبقى قاعد في البيت. انت في منصب زي ده خايف تتكلم، يبقى ما تشتغلش، يبقى سيب المكان ده لواحد يقدر يتكلم ويجيب حق الناس. انت خايف، اقعد في البيت يا باشا وقدم استقالتك، او في الانتخابات اللي جايه ما تظهرش، ونشوف واحد تاني يطلع يتكلم ويجيب حق الناس. ما اعرفش انتوا خايفين من ايه؟ احنا بنتكلم في حقوق، احنا ولا بنقول بقى البلد مالها، ولا مش بنتكلمش في السياسه، احنا بنتكلم في حقوق، غلا في قوانين، في حاجات لازم الحال يتغير. احنا السنين بتجري والدنيا بتتقدم، واحنا قوانيننا عليها تراب. العنكبوت نام عليها فرد، العنكبوت فرد على القوانين اللي عندنا. هنعدلها امتى؟ هنفوق امتى من الهم اللي احنا فيه؟ ده حتى القوانين مش عايزه تتعدل. دي رساله هبعتها لاعضاء مجلس النواب. يعني اتمنى يا جماعه اللي يشوف الفيديو يشير عشان صوتنا يوصل، يمكن صوتنا ده يعمل حاجه. تحياتي ليكم واشوفكم على خير في فيديوهات تانية، واتمنى الخير للجميع. ولسه برضو هنفضل مكملين حملتنا ضد قانون الاسره اللي مضيع الاسره المصريه. اشوفكم على خير.